اهلا وسهلا بيكم اعزائي مشاهدينا متابعين قناة يوم الخلاص. النهاردة معدنا مع فيديو جديد. الفترة اللي فاتت انتشرت فيديوهات لبنات مسيحيات بتشهر اسلامها في فيديوهات قصيرة، وبعد يوم او التاني نلاقي البنت رجعت تاني الكنيسة ومتصورة مع الكاهن، وخبر يعلن رجوعها عن اللي كانت فيه او يعلن رجوعها عن خطفها. الفترة دي السيناريوهات موجودة فيها كتير قوي اللي بتخص خطف البنات، يعني مثلا زي خطف ندى جرجس عطلة. انتشر تحذير على جميع الصفحات والجروبات المسيحية داخل الأراضي المصرية بالخارج لجميع الفتيات والسيدات القبطيات من ظهور ما يسمى بجهاد الأرحام بالتعاون مع السلفيين وعدد من قيادات الدولة السلفية تحت رعاية شيوخ وأثرياء الخليج لأسلمة القبطيات. يأتي تحذير الصفحات والجروبات مع واقعة اختفاء الفتاة المسيحية ندى جرجس حنا عطلة 17 عام، مواليد قرية الجلاء مركز صمالوط بمحافظة المنيا. غابت ندى جرجس حنا عطلة عن المنزل صباح يوم الأحد 12 مارس 2023 ولم تعود حتى الآن، وقد نشر والدها فيديو مصور أكد أنه قام بتحرير محضر مناشدا جهات الأمن بإعادة نجلته قائلا: أنا عايز أشوف بنتي، أنا عارف أن الأمن عارف مكانها، وأنا شخص بسيط ومليش مشاكل مع أي شخص، ونحن نبحث عن ترسيخ مبادئ وقيم المواطنة الكاملة داخل الدولة المصرية. وجدنا العديد والعديد من الملفات التي لم يتم حسمها، وأن أمام الدولة المصرية الكثير والكثير من أجل ترسيخ دولة المواطنة، ولحين ما نصل إلى هذا الترسيخ ستراق دماء كثيرة، وسنرى خلف الأسوار مظلومين، وستضيع أسر، وسيبقى حلم الهجرة قويا. وقبل كل ذلك ستبقى اتهامات معلبة سلفا لمن قرر أن يفكر بأنه أما منتصر أو متأخون أو ملحد أو مهرطق. سنسمع الكثير والكثير من هذه العبارات الرنانة التي ستطلق على من أراد أن يخرج عن ثقافة القطيع باحثا عن دولة مواطنة حقيقية. ولعل من أهم الملفات التي لم يتم حسمها داخل الدولة المصرية ملف اختفاء القبطيات الفتيات السيدات المسيحيات. فمسلسل اختفاء الفتيات المسيحيات مسلسل مستمر منذ عشرات السنين، وفيما يبدو أنه لم ولن يتوقف، ما بين اتهام المسيحيين بأن هناك عصابات منظمة تقوم بخطف الفتيات القاصرات. نسبة كبيرة من مسيح مصر يؤكدون وجود هذه النوعيات، وينكرون تماما خروج سيدة بمحض إرادتها وقيامها بالزواج من مسلم أو ترك المسيحية. وما يغذي هذا الأمر هو رفض المجتمع والقانون المصري ومرجعيته المادة الثانية للدستور التي تؤكد بأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، والتي تمنع أن يطبق الحرية، على عكس الأمر أن يرفض تحول سيدة مسلمة للمسيحية أو الزواج من شاب مسيحي. ما بين كل ذلك يبقى مسلسل اختفاء المسيحيات طعنة في قلب المواطنة داخل هذا الوطن، وملف مفتوح ولم ولن يغلق في دولة لا تعرف من المدنية شيئا إلا اسمها فقط. نشرنا قبل سابق رأى القمص سربمون الشايب والصحفي أشرف حلمي، وبعدها رأى صفحة يوميات في حياة الأنبا أمونيوس لوضع الحل النهائي لهذه الكارثة التي تورق المجتمع المصري. وبعدها كشف تدخل داعش في الأمر ومذكرة منظمة MAA الدولية، ووجه نظر الناشط الحقوقي المعروف شريف رسمي الذي قام بنشرها على صفحته الشخصية، ثم طرح بنود مهمة لوقف ظاهرة اختفاء المسيحيات، ثم طرحنا رؤية الكاتبة ماجدة سيدهم فيما بعد بجهاد الأفاعي، ثم قمنا بنشر وجهة نظر الناشط المعروف صفوت سمعان تعليقا على ظاهرة اختفاء الفتيات والسيدات المسيحيات. ومن جديد عاد حديث بعض المسيحيين في مصر ومنظمات أقباط المهجر عن ظاهرة خطف الفتيات المسيحيات وإجبارهن على الأسلمة بعد واقعة إسلام الفتاتين ماريان وكريستين،
وزواجهما من سائقين مسلمين في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، والتي تدخل فيها الرئيس بعد مشاهدته برنامج تلفزيوني بشأنهما، وطالب وزارة الداخلية بالتحقيق الفوري. أم الفتاتين قالت أنهما قاصرتان، وعند اختفائهما قبل أكثر من عامين كان عمر مريان 17 عاما وعمر كريستين 15 عاما، واعتبرت أن ذلك لا يجيز إسلامهما وتزويجهما. رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف قال إن الفتاتين لم تشهرا إسلامهما في الأزهر، مؤكدا أنه لا توجد أي حالات إسلام قسري لفتيات، وأن الضوابط التي وضعها الأزهر في هذا الشأن متشددة للغاية. وقال إنه من واقع مسؤوليته والإشراف على مكتب إشهار الإسلام الخاص بحامل الجنسية المصرية يشهد بأن ما يتردد على حصول أسلمة بالإكراه مبالغ فيه ولا أساس له من الصحة. أما المسؤول الإعلامي لمنظمة أقباط متحدون في سويسرا، والتي يرأسها المهندس يوسف عدلي أبادير الذي يوصف بأنه كبير أقباط المهجر، فقد أكد وجود سجلات موثقة بحالات خطف فتيات مسيحيات وأسلمتهن، وأن جماعات إسلامية تقف وراء ذلك. بينما رفض القس إبراهام يوسف أب اعتراف الفتاتين وكاهن كنيسة العذراء ببلقاس إطلاق مسمى اختطاف على ما يحدث، ولكنه وصفها بأنها أسلمة تتم باستغلال الميول العاطفي وتدعمها جماعات إسلامية. الدكتور كمال حبيب خبير الجماعات الإسلامية رد بأنه ليس من أدبيات هذه الجماعات طوال نشأتها خطف وأسلمة الفتيات، مشيرا إلى أن اجتهادات وأفكار جديدة طرحها الإسلاميون بتفسير النص الإسلامي في اتجاه إخوة المواطنة والمشاركة بغض النظر عن اختلاف الدين، متحدثا عن اجتهادات فقهية تجيز اعتناق مسلمين للمسيحية دون أن يطبق عليه قانون الردة في إطار حرية العقيدة، وأن تعطى نفس الحرية للمسيحيين الراغبين في اعتناق الإسلام. ويقول مدحت قلادة المسؤول الإعلامي لمنظمة أقباط متحدين في سويسرا إننا نملك سجلا كاملا موثقا عن حالات الفتيات المسيحيات المختفيات منذ عهد السادات، لأننا في عهد عبد الناصر لم نسمع أبدا عن قصص الحب بينهم وبين شباب مسلمين. يوضح أنه لا يستطيع تحديد رقم لهذه الحالات لأنه لا يملك سجلا كاملا بكل محافظات مصر، لكن الأرقام موجودة في مديريات الأمن وفي الكاتدرائية بالعباسية. ويشير إلى أن معظم المختفيات فتيات قاصرات دون 18 من العمر، كما في حالة الفتاتين التي أثيرت مؤخرا مريان وكريستين من بلقاس بمحافظة الدقهلية، ويعتقد أنه سيتم الاحتفاظ بهما إلى أن يبلغ سن الرشد ثم تجري عملية إشهار إسلامهم. ويصف ما يحدث بأنه عملية تغرير بالفتيات القبطيات بالوظائف أو العاطفة أو المال، ويعتقد أن ممولين خارج مصر لتلك العملية، ويبرهن على توصية لما يحدث بأنه تغرير بالتشخيص القانوني لتعرض فتاة قاصر أو متخلفة عقليا لحالة اغتصاب، فهنا يحاسب المعتدى لأن المجني عليها لا تملك أهليته. ونفس هذا التشخيص يتوافق أيضا مع حالات القاصرات القبطيات. ويشير إلى أن التغيير يحدث عادة بواسطة الزواج من شباب عاطلة عن العمل، وليس بواسطة فئات مرموقة كأن يكون الشاب الذي ارتبط به عاطفيا مثلا طبيب، لأن هذه الفئات لن تقبل القيام بذلك. ويذكر قلادة قائلا حالة فتاة من شبرا يقول أن عمرها كان 17 عاما وشهرا واحدا، اختفت ثم ظهر أنه تم أسلمتها وارتدت النقاب. شقيقها دكتور في استراليا أرسل إلى أجهزة الدولة يدلل على ذلك بالوثائق ولا يزال يطالب بها حتى الآن. ويتهم قلادة جماعات إسلامية بالوقوف وراء ما يسميه الأسلمة الجبرية، قائلا إن أموالا كثيرة تدفق من الخارج لهذا الغرض.
وحاول تحميل بعض المثقفين الأقباط لقوانين الكنيسة المتشددة بخصوص الطلاق وحسم الخلافات الزوجية مسؤولية تحول القبطيات إلى الإسلام. ويعلق قلادة بقوله: عندنا في الكنيسة الأرثوذكسية لا يوجد طلاق إلا لعلة الزنا، وفي حالات الخلافات الأسرية يتم تدخل آباء الكنيسة لحلها، وترجع الزوجة لزوجها ولو بعد حين، ويلم شمل الأسرة مرة أخرى. ويضيف: ما يحدث للفتيات هو خطف واغتصاب، ولو أبلغ الأب عن ذلك يتم حبسه 8 أيام، وأخذ تعهد عليه بعدم التعرض للبنت التي يكون خاطفها قد تزوجها، مع أنه يجب المحاكمة الجنائية للخاطف. ويدلل بما حدث مع مريان وكريستين، هما فتاتان فاقدتان للأهلية، لأن عمرهما وقت اختفائهما كان 15 و16 سنة، ولذلك فإن ما حدث لهما يجب أن يعامل قانونا على أنه خطف واغتصاب. وفي إطار هذه الاتهامات يرد البعض في الجانب الإسلامي بأنه يوجد حالات تنصير لفتيات مسلمات عن طريق علاقات حب مع شباب مسيحيين، ورغم ذلك لا يتم توصيف ذلك بأنها حالات خطف واغتصاب. ويطالب قلادة من يردد هذا الاتهام المعاكس بالإتيان بالأدلة. نحن قدمنا أدلة عن فتيات قبطيات مختطفات، ولا نعتقد صحة ما يتردد عن اختطاف فتيات مسلمات وتنصيرهن، ليأتونا بأدلة مماثلة، علما بأن المادة الثانية من الدستور تنص على أن الدولة دينها الإسلام، والمصدر الرئيسي لقوانينها التشريعية هو الإسلام، وبالتالي فإن الدولة لن ترضى بتحول مسلمة وزواجها من مسيحي، كما أن القانون المدني المعمول به في مصر يمنع ذلك أيضا. وبشأن حالة معنية بأنها تنصرت وترهبنت ودخلت الدير ليأتي والدها وندخل به كل أديرة مصر، فهي مفتوحة للجميع مسيحيين ومسلمين، ونبحث عنه، وسيتضح له أن ما يقوله غير صحيح. أما الجمعيات الشرعية المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية فهي التي تتم فيها عمليات الأسلمة، وعندي مستندات تقول هذا. ويقول: نحن لا نعارض علاقات الحب التي تكون فيها الفتاة القبطية كاملة الأهلية. عندنا في المسيحية الله محب، هي حرة في ذلك ما دامت تملك أهليتها ولها حرية العقيدة. وفي اعتقاده أن هذا الموضوع تم تسييسه لإبعاد المصريين عن مشاكلهم الجوهرية وإغراقهم في خلافات بين المسلمين والمسيحيين، كما كان يجري في الماضي من الإغراق في كرة القدم والتعصب للأهلي والزمالك. ولكن المسيحيين والمسلمين أخوة منذ أن دخلوا مصر واجتمعوا معا، لا يتفرقون أبدا، فهم نسيج واحد، محبين جدا لبعض، يخافون على بعض، ولكن لا يقبلون أن يأتي أحد على الآخر، ولكن كل ما يريدوه أن يعيشوا في سلام ومحبة وتآخٍ تحت مظلة القانون وتحت راية الوطن. ولأن الأزهر يمثل الضلع الرئيسي في هذه القضية وهو المسؤول عن إعطاء الإشهار الرسمي للمسلمين الجدد، سألت قناة العربية الشيخ عبد الله مجاور رئيس لجنة الفتوى الأزهرية التي تمتلك تلك الصلاحيات، فقال: لجنة الفتوى يتبعها مكتب إشهار الإسلام للمصريين، وهناك مكتب آخر خاص بالأجانب في مقر المشيخة الأزهرية. وأوضح أن المسيحيين الذين يحملون الجنسية المصرية ويرغبون في اعتناق الإسلام يأتون إلى المكتب الموجود عندنا في لجنة الفتوى للإشهار، يأتون طواعية، فلا إكراه على فتاة أو امرأة أو رجل من أجل أن يشهر إسلامه، لأننا نسير على المنهج الذي جاء في القرآن الكريم: لا إكراه في الدين، والقرآن أمر الرسول ألا يكره الناس على الإسلام. وشدد الشيخ مجاور على القول: إنهم يأتون إلينا طواعية ليشهروا إسلامهم، فهل نردهم؟ لا بالطبع، عندنا ضوابط لا يتم الإشهار بدونها، منها أن يكون بالغا رشيدا عاقلا، وأن يأتي بشهود معه لكي نتأكد أنه جاء طواعية،
وأن يكتب عندنا إقرارا على نفسه بأنه جاء طواعية ولم يكره أحد على الإسلام، وبدون هذا الإقرار نرفض أن نعطي إشهار الإسلام. وهناك أمثلة كثيرة حصلت، كأن يتبين لي أنه جاء عن طريق أحد أرفض ذلك إلى أن يتأكد لي أنه لم يمارس عليه أي مكروه أو إكراه. ومن آيات ذلك أن يتضح لي من خلال مناقشته أنه رجل له فكر، وأنه اعتنق الإسلام عن إيمان وحب، وهكذا. وأكد أن اللائحة التي وضعها الأزهر بشأن إشهار الإسلام سواء من الفتيات أو الشباب تنص على ألا يكون السن أقل من 16 عاما، فالشرع حدد ذلك بالبلوغ، والفتاة تبلغ عادة قبل 16 عاما، وبالتالي وضعت اللائحة هذا السن كحد أقصى لمرحلة البلوغ، نافيا ما تردد بأن لائحة الأزهر تحدد سن 21 سنة شرطا لإشهار الإسلام، موضحا أنه لا يمكن وضع لائحة مخالفة للشرع. وحول حالة الفتاتين كريستين ومريان قال الشيخ عبد الله مجاور رئيس لجنة الفتوى: الفتاتان لم تأتيا إلينا ولم يشهروا إسلامهما عندنا، وقد أخبرنا الجهات المعنية بذلك الأمر. وبالنسبة لزواجهما أكد أن المأذون لا يمكن أن يعقد للفتاة المسيحية على مسلم إلا بعد أن تشهر إسلامها وتغير بطاقتها الشخصية، وهذا ما تنص عليه اللوائح الرسمية. لكن مثل هذه النوعية قد تلجأ إلى الزواج العرفي. وحول التوصيف الشرعي لحالة الفتاتين اللتين تزوجتا وأنجبتا ولم يكن ذلك بواسطة الطريق الرسمي، قال رئيس لجنة الفتوى: إذا تزوجتا عرفيا وكان هناك شهود وإيجاب وقبول فهو زواج صحيح، ويكون الأولاد من أب ومن أم. وبالنسبة للشرع فإن العبرة ببلوغ الفتاة وليس سنا محددا لكي يكون الزواج صحيحا. فالسيدة عائشة تزوجت من الرسول وعمرها 10 سنوات، وقد تبلغ بعض الفتيات عند 14 أو 15 سنة حسب نموها البدني، لكن المشرع في القوانين الوضعية يضع قوانين تحدد الحد الأدنى لسن الزواج الذي لا بد للمأذون في حالة العقد الرسمي أن يلتزم به. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة.